في خبر عاجل الآن، توفى جورج بلدوك مدافع شيفيلد يونايتد السابق عن عمر ونازه 31 عاما بعد العثور على اللاعب اليوناني الدولي المولود في إنجلترا متوفيا في حمام السباحة الخاص بمنزله. وتشير النتائج الأولية لفحص الطب الشرعي إلى أنه غرق، وتقول مصادر الشرطة أنه لا يوجد مؤشرات على وجود شبهة جنائية، وعثر على اللاعب في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول بالشرطة أن الشرطة حاولت إنعاش بلدوك في مكان الحادث، لكن لم يكن ذلك ممكنا، وأكدت وحدات الطوارئ الطبية وفاته. وجاء في بيان العائلة كالتالي: نؤكد أن جورج توفى بحزن شديد، وكعائلة نحن في حالة صدمة بسبب هذه الخسارة الفادحة. وقال نادي باسونياكوس في بيان: نحن مصدومون بخسارة جورج. ولحد هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.